صباح الخير للجميع. رجعت لكم بفلوج ان شاء الله راح يكون خفيف لطيف. انا سائد من قرى الخليل، بدنا نتجه على مدينة بيت لحم اللي هي بتبعد عن منطقتي تقريبا في الوقت الطبيعي وما في حواجز وما في حرب. عنا في فلسطين بتكون نص ساعة من مدينة الخليل على بيت لحم، بس مع الحواجز ولأول مرة أنا بروح بيت لحم. خلينا نشوف في فيديو مع بعض كيف نصل بنص ساعة أو أكثر مع الحواجز والحرب اللي عنا في فلسطين. اليوم راح أصور لكم بازار معرض شمس لإحياء التراث الفلسطيني. كثير بشوف عندي في الإحصائيات في القناة إنه المركز الأول عندي اللي بتشاهدني اللي هي السعودية، تحياتي. والثاني الثاني دولة العراق أعتقد، بعدين سوريا، ومرات بتيجي الأردن. يعني إنه الأهم في الموضوع إنه مش من فلسطين، فحبيت أفرجي هذول الدول البازار هذا والتراث الفلسطيني والطرق عنا والحواجز. وخليكم مع الفلوج واشتركوا بالقناة ولايك على هذا الفيديو وخليكم مع الفلوج. طيب يا جماعة، هنا ركبنا الفورد، اتجهنا على الخليل، وهنا بفورد من الخليل لبيت لحم، والحمد لله الطريق قعدت معنا 18 دقيقة. فالطرق عنا الحمد لله كانت سالكة، بس هان برج عسكري طبعا اشي طبيعي في الضفة الغربية، كل متر او كل باب قرية او باب مدينة يكون حاجز عسكري اسرائيلي. وهنا بطأت لكم الفيديو عشان تشوفوا انه عن جد كل ما تمشي 10 متر او 20 متر بتشوفوا جيش ومستوطنين بالضفة الغربية. وهنا كمان المستوطنات هذه كلها أراضي فلسطينية تم احتلالها، هذول كلها منازل إسرائيلية. وهنا زي ما تشوفوا كمان برج عسكري. وهيك وصلنا بيت لحم. وقبل ما نروح على البازار أفرجيكم تراثنا الفلسطيني، أخذنا جولة بالمدينة وبالزقق والبلد القديمة تاعتها كثير كثير بتجنن. طبعا أذن الظهر ورحنا على المسجد نصلي، المسجد مقابل الكنيسة. بعد ما صلينا الظهر اتجهنا على الشارع النجمي عشان نفرجيكم البازار اللي احنا رايحين عليه. خليكم مع الفلوج ولايك على هذا الفيديو واشتركوا بالقناة. وهيك بيكون وصلنا البازار. زي ما تشوفوا كل واحد جايب عمله اليدوي من التراث الفلسطيني وجاي يعرضه. طيب يا جماعة، وصلنا للبازار. هو البازار هدفه إحياء التراث الفلسطيني. هيتوا هناك، خلينا أصور لكم الأجواء. وكل اللي هناك يعني جايب أشغاله اليدوية من التراث الفلسطيني وبعرضوا هان. خليكم مع الفيديو أفرجيكم تراثنا.
العجينة يا بحري هيلا 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 هيلا. على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دمي فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دمي فلسطيني. زي ما تشوفوا يا جماعة خلصنا من تصوير عند البازار اللي هو معرض لإحياء التراث الفلسطيني. زي ما تشوفوا لقد صورت لكم إياها، هاي البسطات كلها من الشغل اليدوي ومن التراث الفلسطيني. فإحنا حاليا في بيت لحم، قبل ما نروح بدنا نروح نزور كنيسة المهد. خليكم مع الفيديو واشتركوا بالقناة. طب يا جماعة دخلنا على الكنيسة، على ساحة الكنيسة أول مرة بجيها، فخلينا نستكشفها من جوا. بديش وين مدخلها بالضبط، بس خليكم على الفيديو. الحظ يلعب دور كبير. في جنازة، ممنوع ندخل على الكنيسة. إن شاء الله ليوم ثاني برجع مصوركم كنيسة المهد، وخليكم على الفيديو ناخذ جولة في بيت لحم. أول مرة يا جماعة بشوف جنازة مسيحيين. سيارة الموتى تاعتهم. وأنا قاعد
باستراحة باكل في ذرة، وهان رايحين على كوفي شوب نقعد فيه لأنه كثير تعبنا. وهان الكوفي شوب والإطلالة الجميلة. وهيك روحنا، وزي ما تشوفوا هذا هو العدو، هذا مستوطن إسرائيلي وهذا حاجز عسكري. وهان زي ما تشوفوا كمان جبين جيش، ما بتخلى الضفة بشوارعها إلا في جيش وحواجز. وهنا واحنا مروحين، وزي ما تشوف حواجز ومستوطنين وجيش محتلين أرض. وهيك يا جماعة بكون وصلنا لآخر الفلوج، وهان روحت على الخليل، وإن شاء الله عجبكم تراثنا الفلسطيني. ولا تنسوا اللايك على هذا الفيديو والاشتراك بالقناة، وكتبوا لي ايش عجبكم اكثر اشي بالتراث الفلسطيني. سلام.